تلك طبول بدأت تقرع. ترامب يصطحب ابنته إيفانكا لا زوجته ميلانيا في المروحية إلى قاعدة دوفر العسكرية. هناك قدم العزاء في أول جندي أمريكي يقتل في عهده، لقد لقي مصرعه في بلد بعيد جدا. هناك في اليمن كان ثمة إنزال جوي لقوات أمريكية خاصة قامت بأول تدخل عسكري على الأرض وعادت بقتيل منها إلى بلاده. يعود ترامب من دوفر إلى البيت الأبيض ليغرد هذه المرة محذرا إيران، فهي تتوسع أكثر فأكثر في العراق وقد ولى زمن ذلك. ليست هذه مجرد تغريدة قدر ما هي رسالة خشنة، فالرجل نفسه أكد ما قاله مستشاره للأمن القومي بأن طهران تسلمت تحذيرا رسميا بسبب إطلاقها صاروخا باليستيا متوسط المدى، أمر يزعزع الاستقرار ويوجب ردا تبحثه الإدارة، لأنه كما قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة مخالف لقرار دولي، والأهم من ذلك تهديدها الواضح. فواشنطن ليست ساذجة لتخدع ولن تقف مكتوفة اليدين أمام ما تفعله طهران التي يجب أن تحاسب. ماذا حدث بالضبط؟ أطلقت إيران صاروخا باليستيا قبل أيام فنددت واشنطن، لكنها لم تكتفي بذلك بل اتهمت طهران لاحقا باستهدافها من خلال الحوثيين. هناك في اليمن قبالة مدينة الحديدة هاجم الحوثيون فرقاطة سعودية، فحرص البنتاغون على تسريب رواية أخرى تقول إنهم كانوا يعتزمون استهداف سفينة حربية أمريكية، وما كان ذلك ليحدث لولا دعم إيران لهم. بعد هذا بيوم واحد أضاف ترامب تهديدا جديدا لإيران لا صلة بالعراق، ما يعني أن على طهران أن تعرف حدود تدخلها في اليمن والعراق أيضا، وحدود قوتها سواء في البر أو البحر أو الجو. في البداية نفت طهران الاتهامات بلغة قانونية ودبلوماسية، ثم تحول ردها إلى نوع من التحدي والسخرية التي وصفت بالمهينة. فعلى ترامب أن يتذكر كيف مرغ أنف أمريكا في التراب في العراق. هذا ما قاله علي أكبر ولاية مستشار خامنئي. وللإمعان في الإهانة لم يجد الرجل حرجا من القول إنها ليست المرة الأولى التي يهدد فيها إيران شخص عديم الخبرة، وذلك وصف سبق أن استخدمه الرئيس الإيراني في انتقاده قرارات ترامب الأخيرة، على أن التصعيد وإن بدا آنيا يعيد إلى الواجهة ما قيل إنها استراتيجيات ترامب الحقيقية في المنطقة في ما يتعلق بإيران وتنظيم الدولة الإسلامية. وفي رأي ترامب فإن أسوأ أخطاء الإدارات الأمريكية السابقة أنها تدخلت في العراق من دون أسانيد وتركته دون حل، أي أنها تركت فراغا استغلته إيران التي توسعت وتوغلت وتغولت حتى شمل تدخلها 3 دول أخرى. هل سيصلح ترامب أخطاء بوش وخطايا أوباما الشرق أوسطية على حد وصف البعض؟ لعلها طبول بدأت تقرأ.